السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شيوات صفاء. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا غادا نحضر معكم العجين الصابلي بطريقة رائعة جدا، وهي المعتمدة عندي وهي اللي تنخدم بها دائما الصابلي ديالي وتيجي ناجح وتيجي غزال. هنا كان عندي واحد الكوموند وقلت علاش لا نشاركه مع المشاهدين ديالي. كان اسبوع ديال واحد البنيه وخدمت ليهم الصابلي وشكيلات ديال الحلوى. كنتمنى من الله انكم تتبعوا الفيديو، ان شاء الله غادي ينفعكم بزاف وطريقه سهله وبجميع الاسرار ديالو. غير تبعوا الفيديو وما غاديش تندموا ان شاء الله. انا حاولت ما امكن سرعته اكثر من القياس باش يعجبكم الفيديو وتشاهدوه من الاول حتى الاخر. ندوزو المقادير وطريقه التحضير كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للعجنه هنا عندي 2 كيسان ديال سكر سنيده و250 غرام ديال الزبده الخاصه بالتوريق، اللذه او لا اي زبده خاصه بالتوريق. هنا عندي الفاني وعندي الناطا، يعني تقريبا في نفس يعني الناطره بحال كتسمى الفاني ديال الحلوى، وهي كتعطي واحد لوغو زوين بزاف في الصابلي وتيجي غزال. هنا تنبقى ندلك في ديك السنيده وسكر كلاصي عفوا الزبده حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم. وضروري تخدموا الزبده مزيان حتى تولي عندنا على شكل بوماد. انا راه غير مني تنبغي نصور معكم كندير هاد الطريقه، هي مني تتكون عندي العجنه كبيره بزاف ولا مضوبله راه تندير الهشوار ما تنبقاش هكا ندلك وصافي. هنا ضفت 2 كؤوس ديال الزيت وتنمعك مزيان حتى تولي عندي العجين ديالي كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله في الاخر. ما كيبقاو لا حبيبات لا والو، تتولي كريميه وزوينه بزاف باش تنستافدوا من ديك الزبده ومن السكر، من السكر سنيده وكل شيء تيذوب وتتولي عندنا لينه. هنا ضفت واحد نصف ملعقه ديال لاغوم ديال الحامض، وهنا ضفت 4 البيضات. هي الا بغيتو تضيفوا غير 3 الا كانوا عندكم الحجم ديالهم كبير، يعني اكتفيوا بهم. انا كانوا عندي الحبات شويه صغار اضطريت انني ندير 4. صافي هنا بعد ما خلطت كل شيء ولا عندي الخليط كريمي كيف ما كتشوفوا على شكل البوماد. هنا كنبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق راه تيبقى على حساب، كاين الدقيق اللي تيشرب شويه وكاين اللي الدقيق ما واخا تديريه هنا يقدر يهز لك كيلو ديال الدقيق، يقدر غير 900 يقدر 800. هنا فين كتختلف بين 10 20 غرام 15 غرام، هذا هو الحد الادنى باش كيختلف الدقيق، يعني ماشي بزاف. وهنا كيف ما غتشوفوا راه انا ما غاداش نعجنو، غير كنبقى ندير بصبعاني باش ندخل الدقيق. الصابلي او لاي حلوى من غير البهله ومن غير بزاف الحلويات هما اللي تيبغيو الدليك. اما هاد الصابلي راه تنبقاو غير بنفس الطريقه كنخدموا دائريين وحنا تندخلوا في ديك الدقيق حتى ندخلوه كاملين، ومني تيوصل القوام اللي حنا باغينو صافي تنحبسو. صراحه هاد الطريقه ديال الصابلي معتمده عندي، هي اللي كنت كنخدم بها بزاف الصابلي في لي كوموند في بزاف د الحوايج صراحه. شي حاجه اللي زوينه وكتنوعي فيه في النكهات. المهم بالنسبه للنكهات راه في الاخر حتى ديري النكهه اللي بغيتي. يعني انا غادا نقسم العجين على 3 ومن بعد غادا نقسم النكهات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غير بديك الناطه اللي وريتكم يعني كتختلفي النكهات وخلاص، هذا اللي كاين. صافي هنا اكتفيت بالدقيق اللي دخلت. شوفوا العجينه ديالي راه كتكون رطبه وزوينه. صافي هنا غنوضعها في بلاستيك. انا راه ما تنديرهاش لا في الثلاجه لا والو، يعني ديريكت كنبدا نخدم بها. اللي بغى يديرها في الثلاجه ما كاينش مشكل، غير ما تدلكوهاش باش ما تطلقش لكم الزيت. كاين اللي تيقول لك ديريها في المجمد اولا في الثلاجه على ود باش ما يطلقش لك الزيت. غير عرفي كيفاش تخدمي العجينه ديالك وكيفاش تاخدي القوام ديال الدقيق وكيفاش تدخلي الدقيق باش ما تطلقش لك الزيت،
وخدمي بها في عينيك مغمضين. صافي هنا عندي جوج شكيلات اللي غنخدم في هذا الشكل هذا، في هذه العجنه هذه. المهم دابا ضفت هذا المربع وعندي الداير وعندي اللي على شكل الدمعه. انتم في الاخير غادي تشوفوا، انا راه قلت لكم عندي جوج ولكن انا غندير 3 ديال ديال الشكيلات من هذا العجين وحده. صافي هنا تنبدا ضروري الاستعانه بشويه الدقيق باش ما تيعواش ليكم الصابلي. يعني ملي تنطلق العجينه ديالي ضروري تندير الدقيق وعاده تنعاود نقلب الصابلي العجينه ملي تنطلقها باش ملي تنبدا نهز تساعدني. هنا البقايا ديال العجينه بهذه الطريقه كنجمعها، ما تندلكها ما والو، وديريكت كنعاود نبدا نطلقها صافي وتنسرحها على هذا الشكل. صافي هنا غادا ناخذ هاد الداير على هذا الشكل هذا دائري وتنبدا نحط في الورق عفوا في الطاوله اللي غندخل الفرن. صافي هكا وكنبقى خدامه على هذا الشكل هذا هو السمك اللي فيه. يعني هنا غادا نخدم غير حبه حبه. يعني بالنسبه للصابلي من الاحسن يكون رقيق، كيجي غزال وتيجي زوين بزاف. قد ما رققتوه تيجي زوين. صافي هنا غادي ندخلهم للفران، الفران اللي تكون متوسطه العافيه، وردوا معاهم البال باش ما تلهبش ليكم وما تضيعوش في الصابلي ديالكم. صافي هنا ها هما بعد ما خرجتهم تيجيو على هذا الشكل هذا، تيجي لوين مذهب وغزال ولكن راه تيبغي الخاطر. صافي هنا غادا نبدا نعمر في ديك لو موتيف ديال الشوكولا على هذا الشكل. هنا درت هذاك اللي على شكل التاج بهذه الطريقه. انا ضروري تندير هاد القريعات باش تيساعدوني اكثر ملي كتكون عندي الكونتيتي كثيره. وحده راه حطيتها فوق العافيه وتحرقات، خويت القرعه ديال الكيتشوب باش نخدم بها ما نقدرش نخدم بالمعلقه، يعني داكشي كتير بزاف. هنا رانا خديت الملون غوز على ود ان كانت كتكوته بنيه. صافي هنا تنبدا نعمر في لي موتيف ديالي في هذا الشكل هذا وتنبدا ندخل الثلاجه. يعني ضروري خصهم يكونوا عندكم كل شكل منه 4 ديال لي موتيف. صافي هنا بعد ما كملت الشوكولات ديالي، وبالنسبه للشوكولات الكميه اللي خصاتني جوج باكيات، وحده كحله ووحده بيضه، يعني خرجت لي هذه الكميه كلها ديال الصابلي. هنا خديت غليكوز وخديت الناباج، خديت معلقه ولكن كثروا الناباج وما تكثروش الجليكوز حيتاش الجليكوز من بعد كيقساح تيولي فيه بحال الزاج، من الاحسن ما تكثروش. صافي هنا باش غادي نبدا نلصق. بالنسبه للتلصيقات ان شاء الله غادا نشارك معكم واحد التلصيقات غزالين بزاف حتى نعتمدهم بزاف. هنا هذا الصوص كراميل اللي صايبت، شوفوا كيفاش كيجي ناجح وغزال. ان شاء الله غادا نشارك معكم عده تلصيقات. هنا هادو هما المكونات باش غنبدا. هذا الكاوكاو مازال غادا نشاركو معكم ان شاء الله حتى هو، غير ما بغيتش ندير لكم الفيديو طويل بزاف غادي نقسمو لكم. حمرته غير في الدار وتنديرو كونكاسي يعني باش تشط لك شويه وباش تنتي كيف ما تنقولوا تاكلي وتوكلي، ماشي غير غادي الا جيتي تشريه مصيب كيطيح عليك غالي بزاف. صافي هنا كيف ما تشوفوا درت شكلاطه بيضاء وعمرتها بالبيستاج، وهنا درت من الكراميل كندهن وتلصق الكاوكاو تلصق ديك الشوكولاته غوز، ومن بعد تنعمر بدوك الحبيبات ديال الفيرميسيل في الالوان فيهم الغوز فيهم. صافي هنا تنبدا ندهن على هاد الطريقه، تنحط ريف ديال هذا وتندير شويه ديال الكراميل غير فاش يشد ليا هذاك الفيرميسيل اللي شاركت معاكم. صافي تنحط واحد شويه غير هكا بصبيعاتي صافي وتنحط. هنا غادا ندير ديال الدجاج بهذه الطريقه حتى هي، غير ما تنبغيش انا ندير الكليكوز كيف ما قلت لكم. الا طولت الحلوه ديالك والصابلي ديالك الا طول تيولي تتعضي فيه بحال كتعضي في الدجاج. يعني الكليكوز الا بغينا نديروه خاصنا نعرفوا الكميه اللي خاصها دير.
صافي هنا ندير في القنيت داك الشكلاطه ديال التاج. يعني الدريساج صراحة أصعب حاجة في الصابلي هو الدريساج. هنا خديت الملون داك الأصفر أرجونتي وتندير هكا باش داك التاج يجي مميز ويجي باين. صافي تندير هكا. انا المهم راه كانت عندي الكونتيتي كثيره ما قديتش نكملهم كاملين كيف ما قلت لكم. راه شويه صعيب بزاف انك ت... ديري يعني الدريساج كامل هذا اللي كاين. المهم قادينا غير شي حاجه وشي حاجه لا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا درت هاد الشكيل هذا درته غير قليل ماشي بزاف حيت مولاتها ما بغاتش منه بزاف. درت واحد شويه منه. صافي كندير هذه تلصيقه ديال حتى هي غادا نشاركها معكم ان شاء الله. هذه هي التلصيقه اللي كتجي غزاله بزاف وكتجي زوينه. درتها بالبرتقال. هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو الكوموند اللي كان عندي. المهم انا راه شاركت معكم باش نوريكم شكيلات في الاخر ديال الصابلي. يعني اضطريت انا راه كلشي حاطاه فوق الطبله. هنا هذا هو الصابلي ديال المروحه وهنايا الصابلي ديال التاج. هنا كنت درت هذه ديال الشهده راه عندي في القناه. واللي بغى شي شكيل راه كاينين في القناه ومازال ان شاء الله نحط لكم اكثر واكثر. وهذاك ديال عين البقره راه